ميسي مش مجرد لاعب، ميسي حقيقة كروية صعب إنها تتكرر. أنا أذكر في 2010 لما ميسي انظلم وشفت الناس تضحك عليه لما طلع في 2010 من كأس العالم بدون أهداف وخسر قدام ألمانيا 4-0. شفته كمان في مونديال 2014 وهو يشيل منتخب كامل على كتفيه وفي الأخير طلع خسران مع إنه كان المنتخب كارثي، لكن كل اللوم ألقي عليه. شفته بعدين لما اعتزل دوليا من كثر الضغط والظلم، سمعتهم يقولون انتهى، ما عنده الشخصية، مستحيل يكون مارادونا، مستحيل ينجح، يعني إلى آخره. بس ميسي ما ردش هذاك الوقت، أو على الأقل ما ردش بالكلام. ميسي رد بالطريقة اللي يعرفها بالملعب. رجع، صبر، تحمل، كمل. بعدها كتب أعظم نهاية ممكنة في كرة القدم. كوبا أمريكا أخذها، كأس العالم أخذه، الفيناليزما أخذه. مش بس كأس العالم، لا، أخذ كأس العالم. هو القائد وهو النجم والهداف والصانع والحاسم والقصة كلها. ميسي اليوم ملك كأس العالم، هدافه تاريخي 16 هدف إلى حد اليوم، يعني أكثر لاعب ساهم في التاريخ في كأس العالم 24 مساهمة. أكثر لاعب راوغ في تاريخ كأس العالم 112 مراوغة. أكثر لاعب صنع فرص في التاريخ 77 فرصة. أكثر لاعب أخذ رجل المباراة 12 مباراة أخذ يعني رجل المباراة. يعني ما ترك لهم باب يدخلوا منه. قفل البطولة من أولها لآخرها وقفل النقاش. ميسي هو اللاعب اللي خلى كل الأرقام تركض وراه، مش هو اللي يركض ورا الأرقام. هو اللاعب الذي إذا سجل قالوا عبقري، وإذا صنع قالوا ساحر، وإذا مشى بالكرة حسك إنه الملعب مرسوم على مزاجه. تحفة فنية. ميسي مش محتاج يثبت إنه الأفضل، لأنه قد أثبت وعمره 25 سنة. ميسي صار هو التعريف نفسه لكلمة الأفضل. وأكبر نجاح لأي لاعب في التاريخ إنه الناس تحط اسم أي لاعب آخر في نفس الجملة مع ميسي، لأنه ميسي مش مقارنة. ميسي هو السقف، المقياس، هو صاحب الكرة، صاحب اللعبة.